مش كل اللي عاش في دار أيتام كان ما يعرفش أهله. في ناس كبرت وهي عارفاهم وفاكرة شكلهم وصوتهم وحتى ريحة حضنهم، بس اتسابوا بقرار من غير رجوع. الأوجع بقى هنا إنك مش تتربى بعيد. الأوجع إنك تفضل تسأل نفسك طول عمرك، هو أنا عملت إيه عشان أهون عليهم بالشكل ده؟ دي مش قصة فقد، دي قصة اختيار. أهل اختاروا إن هم يسيبوا بنتهم، ويسيبوها فين؟ في دار رعاية. أعرفكم بنفسي، أنا مريم، عندي دلوقتي 24 سنة، أم وزوجة ومعايا بكالوريوس تجارة. مش مجهولة النسب، ولا بنت شوارع، ولا حد رماني ومشى. أنا بنت كان عندها بابا وماما، وهم عارفين نفسهم وعارفين هم مين وباسمهم في شهادة الميلاد. دخلت دار الرعاية وأنا عندي 6 سنين، ومشيت منها وأنا كبيرة، بس الطفل اللي جوايا لسه واقف عند نفس الباب، مستني حد يرجع ياخده في حضنه، وحد يفتكر إن هو سابه هنا. فاكرة اليوم ده كويس قوي، مش لأنه صعب، لأنه كان هادي زيادة عن اللزوم. بابا مسك إيدي ودخلنا مكان كبير فيه أطفال كتير وأصواتهم عالية. حضني وقال لي: خليكي شاطرة، أنا هرجع وهاخدك. وللأسف أنا صدقته، مش عشان أنا كنت ساذجة، عشان كنت بنت 6 سنين لسه فاكرة إن الكبار ما بيكدبوش، وإن ده بابا يعني عمره ما يكدب عليا. هو قال لي أنا هسيبك وهرجعلك، وفعلا سابني ومشي، وأنا فضلت واقفة مكاني مستنية الباب يفتح تاني، لكن للأسف الباب ما فتحش. في الأول كنت بعد الأيام، بعدين بعد الأسابيع، وبعدين نسيت العد، وبقيت بعد الوجوه اللي بتيجي كل يوم بتشوف فيها أطفال وتاخد غيري. كنت كل واحدة تتبنى أفرح لها وارجع أوضتي وأقفل على نفسي وأقنع قلبي إن الدور جاي، بس الدور ما جاش. أختي كانت معايا، كنا بنحضن بعض ونقول أكيد بابا هيجي. وبعد فترة عرفنا إن ماما كانت بتيجي الدار، بس مش عشاننا، عشان أخونا. أخونا شافته وأخدته ومشيت، بس سابتنا احنا. ساعتها ما عيطتش. هعيط ليه؟ أصل العياط ده محتاج تفسير، وأنا ما كانش عندي غير سؤال واحد بس: ليه؟ هو أنا استاهل كده؟ وأنا لأ، مستاهلش. استاهل ليه ان هما يسيبوني؟ طب حتى قولوا لي السبب. كبرنا واتعلمنا واشتغلنا واتجوزنا، وللأسف ما تجاوزتش اللي حصل لي في طفولتي. الناس كانت شايفة ان هي حلوة، بس محدش شاف ان جوايا طفلة لسه مستنية تسمع وحشتيني. لما خلفت افتكرت ان الوجع ده هيخف، لكن طلع كل يوم بيزيد. كل مرة ابني ينام في حضني ابص على وشه وافكر: ازاي حد ممكن يعمل كده في طفل؟ ازاي حد ينام وهو عارف ان في بنت بتستناه؟ مش بدور على لوم ولا اعتذار ولا حتى على رجوع، انا طالعة اتكلم عشان اطمنهم ان البنت اللي سابوها كبرت وبقت انسانة بتحب وبتعرف تدي وما كسرتش. بس برضو لسه جواها سؤال مش راضي يموت: هو الحب كان تقيل عليا، ولا انا كنت زيادة عن اللزوم؟